مطعم مش مشهور بس أخد قلبي. هتاكل وتمكس وتحدق وكل ده بأقل من 100 جنيه. عن جودة وطعم الحاجة اللي عنده، مطعم يستحق الدعم. وما تنساش تحبس بكوباية شاي بالنعناع في القهوة اللي جنبه. مطعم باب الحارة السوري، واللي هيكون أول فيديو معانا في سلسلة فتحة خير، والسلسلة دي هتكون مختصة بدعم المطاعم اللي مش مشهورة واللي تكون تستاهل فعلا الدعم. يمكن أكون ما عنديش متابعين كتير، بس واثق في ربنا ثم فيكم إنكم هتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من الناس باللايكس والكومنتس والشير، عشان المطعم ده ياخد الدعم اللي يستحقه بجد. ومعاملة الناس هناك كانت أكتر حاجة عجبتني بعد حلاوة الأكل بتاعه. شكل الأكل وهو سخن وبيطلع دخان يفرح. طلبنا الأوردر ورحنا على القهوة اللي جنبه علشان أقول لكم رأيي فيه، وطلبنا سندوتشات شامي علشان تكون صغيرة وأقدر أجرب أكتر سندوتشات مشهورة عنده. أول حاجة كان المكسيكي بسعر 14 جنيه، وده كان عبارة عن قطع فراخ متقطعة شبه الشيش طاووق وعليها هريسة شطة وكاتشب. بصراحة كان حامي قوي، ما قدرتش استحمله وشربت كوباية المية كلها وراه. للناس اللي بتحب الحاجة الحامية قبل ليفل الوحش هيعجبكم جدا. وطلبت تاني حاجة سندوتش باب الحارة، وده كان عبارة عن جبنة مقلية وبانيه وكاتشب ومايونيز وسلطة وبطاطس، وده كان بسعر 13 جنيه. وشكله زي ما انتوا شايفين كان حكاية. اما الطعم ما اقولكوش، عجبني جدا. ميكس الجبنة المقلية مع البانيه كان موديه في حتة تانية. وطلبت تالت حاجة سندوتش زنجر، وده بيبقى زي الكريسبي بس بتبقى التتبيلة بتاعته فيها شوية سبايسي. عبارة عن قطعة زنجر كبيرة، وبرضه نفس الموضوع بطاطس وكاتشب ومايونيز وسلطة. بصراحة كان شكله جميل قوي. اما الطعم برضه كان حكاية. طعم الفراخ لوحدها كان نضيف جدا وعجبني قوي. وده واحد من السندوتشات اللي تستاهل مني 10 من 10. بيطلع لك مع الاوردر شوية مخلل كده عشان تحدق بيهم، وبصراحة كان شكلهم نضيف جدا. طب بذمتك يا مهند، ايه رايك في الاكل ده؟ الصراحة أقسم بالله جمدان. بامانه. والله العظيم زي السندوتش الفريد. وطبعا ايه لازم بقى كوباية الشاي بالنعناع. ما تنساش لو الفيديو عجبك وانت على اليوتيوب تعمل لايك وسبسكرايب، لو انت على الفيس تعمل لايك وفولو، واستنوني في فيديوهات تانية جديدة. ولو عندك اي حد من قرايبك او صحابك عنده مطعم يستحق الدعم اكتبهولي في الكومنتس. سلام.